اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نسمي بالله ونشوف بقى جبنا ايه. جبت بقى ايه، نزلت السوق جبت فرختين حلوين كده يا حلوين، وقلنا هنعمل اكله النهارده مميزه. طبعا ايه، ما عملتهاش بصراحه من ساعه ما دخلت اليوتيوب. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان في حاجات حلوه النهارده كتير، وهنعمل حاجات ايه مش قادره اقول لكم. بقى خدت الفرختين وخدت الليمونتين ودخلت بيهم على الحنفيه، شطفتهم شطفه بنت ناس ونقعتهم في الليمون وفي الملح وسبتهم على جنب. وجبت حله وجبت حته ليا زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في قلب الحله على الولعه. وقلبت ايه حته الليا بتاعتي، وحطيت حوالي نص كوبايه زيت على الليا. سموا بالله يا حلوين وصلوا على الرسول. حطيت الزيت وايه وسبت الليا في قلب الزيت تسيح. وجبت بصلتين كده ولاد ناس وخرطتهم. يا سلام يا سلام. الاكل كانت ريحته ايه بقى مش قادره اقول لكم. مسكت البصلايه وخرطتها زي ما انتم شايفين. رمضان داخل علينا بقى يا حلوين، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يبلغنا رمضان على خير يا رب، ولا فاقد ولا مفقود، ويجعل ايامكم كلها هنا وسعد وفرح، ويكون كل ايامنا خير وهنا يا رب، كلكم انتوا وانا وكل حبايبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المهم جبت ايه، نص قرن فلفل سبايسي كده، ورحت خرطاه على قلب البصله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. وجبت برضو يجي معلقه توم ورحت برضو حطاها مع ايه، مع البصله ومع الفلفل. ورحت نازله بالقوطه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، حطيتها على قلب القوط على قلب البصله. مالك يا شهرزاد، ركزي كده ركزي يا حبيبتي. المهم جبت ايه معلقه بابريكا كده عشان اللون ايه نعززه شويه، عشان القوطه بتاعتنا ما كانتش حمراء قوي. حطيت معلقه بابريكا ورحت نقله الحله بتاعتي على عين التانية اللي فيها الصلصه. وخدت الحله دي زي ما انتم شايفين، بوريكم بقى التوابل كلها اللي احنا هنخرطها على ايه يا حلوين. ركزوا على الفرخه يا حلوين. نص قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل اخضر وبصلتين وطماطميتين طماطميتين وجزرايه. مسكت الفراخ بتاعتي طبعا بقى، كنت شطفتها شطفه بنت ناس كده، ورحت جايباها زي ما انتم شايفين. ونزلت بقى هتك هتك بالبصل والفلفل والقوطه والجزرايه ايه، وخرطت ده كله على قلب الفرخه. طبعا كل دون والفرخه قدامي، ولا حطيتها في حله ولا في حاجه. وجبت التوابل بتاعتي، بابريكا وفلفل اسود وكمون وسبع بهارات وحبهان مطحون ومعلقه كاري يا حلوين، ركزوا معايا. ونزلت بالتوابل دي كلها على قلب الخضار اللي انا خرطته فين على الفرخه. ونزلت بحوالي ربع كوبايه زيت. وجبت دبس رمان، نزلت برضو بحوالي 3 معالق دبس رمان، كل ده على قلب الفرخه. ونزلت بالملح بتاعي اللي هو ايه، اظبط بيه الملح بتاع الفرخه يعني على قد زي ما انتوا عايزين الحدق بتاعكم اللي انتوا عايزينه. ونزلت بقى هتك هتك كده ادلك في الفرخه زي ما انتوا شايفين، وادعك فيها الخلطه عشان تشرب كلها كده من قلب الخلطه. وبعد كده كنت حاطه الحله على الولعه عشان ايه اصدم الفرخه زي ما انتوا شايفين كده. ونزلت بقى بالفرخه ايه على الناشف كده من غير ما احط لها ميه ولا اي حاجه. ورحت جايه رصها جنب بتاع عشان اديها صدمه كده في الحله كده وهي سخنه، واسمع صوت الطشطشه كده. ونزلت طبعا بالبصله والخضار اللي انا خرطتها على قلب ايه الحله بتاعتي. بعد ما رصيت الفراخ كلها رحت نازله بالخلطه اللي انا كنت مقطعاها قدامكم. ونزلت بقرن الفلفل السبايسي ده على قلب الصلصه اللي انتوا شفتها قدامكم اللي انا كنت عاملاها من شويه. وكنت مقطعه حوالي كيلو بطاطس مكعبات صغيره كده. ورحت نازله بقى على قلب الصلصه بتاعتي. كانت الصلصه حمرا ايه كهرمان. كهرمان يا حلوين. لايك بقى لاختكم، واللي وصل لحديت هنا مع شهرزاد يصلي على النبي ويشترك لها في القناه ويعمل لها لايك عشان خاطر اختكم حبيبتكم، ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا نعمه. كده البطاطس استوت قدامكم، رحت شايلها من على الولعه وجبت حله فاضيه ورحت حطها كالعاده زي ما شهرزاد معوداك. وحطيت الشعريه بتاعتي ونزلت تقلبت فيها لحد ما احمرت. ورحت غاسله الرز غسله بنت ناس ونزلت عليه هتك هتك قلبته وخليته يشوح كده على الولعه. ورحت نازله عليه بالميه بعد ما تشوح وشوحته على الولعه. يلا بقى يا حلوين، عايزين نجهز بقى رمضان وتجهيزات رمضان والاجواء الجميله. بصراحه داخل علينا كده كله خير وبركه. يا رب يا رب يدخل عليكم رمضان بخير وبركه وهنا، وما يضرش اي حد ولا يجيب لاي حد اي حاجه وحشه، ويجعل ايامكم كلها فرح وهنا.
المهم خلصت الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين، وغطيت عليه وسبته يشرب ميته، ونزلت بقى بالفرخه بتاعتي، كانت استوت طبعا. سويت الفرخه دي يا جماعه على الناشف، انا ما حطيتلهاش ميه، هي سوت نفسها بنفسها. يعني الفرخه دي سوت نفسها بالخضار، ميه الخضار اللي نزلت منه والميه كمان اللي هي نزلت منها استوت كده على الناشف في الحله. ورحت نازله بقى زي ما انتوا شايفين في الصينيه عشان ادخلها فين، في الفرن يا حلوين، عشان تحمر بقى. كان الرز بتاعي استوى بقى ايه، وبيقول لي تعالي غرفيني عشان خلاص الناس بره بتصوصو، مش الناس، ولادي يعني. ولادي هيتجننوا على الاكل، ما بيشموا ريحه الاكل بتاعي بيتجننوا. المهم يا حبايب قلبي خلصت الاكل وزي ما انتوا شايفين وبغرف بقى، وريحه الاكل كانت مفحفحه وايه. وخلصت زي ما انتوا شايفين، غرفت الاكل، واللي رايح واللي جاي من الاولاد، ماما خلصتي ماما خلصتي، قلت لهم خلصتي يا حلوين، وغرفت الاكل زي ما انتوا شايفين. وسبسكرايب بقى يا حلوين، وشير كتير، ولايك لاختكم. واللي ما شافش اسرار المطبخ مع شهرزاد يخش ويشترك لها ويعمل لها كومنت حلو وشير للقناه بتاعتها، وصلوا على النبي يا حلوين. وده شكل الاكل بتاعي النهائي، واشوفكم على الف خير يا احلى اخوات في الدنيا. واوعوا تنسوني في اللايك والشير يا حبايب قلب اختكم والاشتراك. اشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا.